بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. نبتدي من الحكاية. اسم القناة، وعشان نبتدي بحكاية الأهل، النادي الأهلي. قصة النادي الأهلي أو فكرة إنشاء النادي الأهلي كان مجموعة من الشباب. الفكرة بتاعتهم إنه الغرض مكان تجمع لطلبة وشباب الجامعات لممارسة الرياضة، لأن في ذلك الوقت الفرق الأجنبية كانت منتشرة في مصر، والأهلي كان مصمم يجابه هذه الفرق، وهدفه طرد هذه الفرق من مصر. والأهلي صمم عدم المشاركة في أي مسابقة تنظمها هيئات أجنبية في مصر. استمر الأهلي على نهجه إلى أن تم تأسيس الاتحاد المصري، وبداية تأسيس النادي الأهلي كانت في 24 إبريل 1907، وكان صاحب الفكرة الرجل الخلوق عمر بيك لطفي، وكان معاه مجموعة منتقاه من الأجلاء الأفاضل في ذلك الوقت في مصر. والأهلي معناها الأهل والأحباب والأصحاب، والأهلي كان محتاج أرض يقيم عليها النادي، فتم اختيار الإنجليزي ميشيل أنس، وكان أول رئيس النادي الأهلي تم اختياره، وكان عمر بيك لطفي كان النائب. والفكرة العامة إنشاء النادي وطني، كانت الفكرة العامة اللي هي إنشاء نادي وطني مصري يجمع شباب مصر. وأول بقولة نشاط الأهلي كانت في 1911، وبدأت بالقدم والبلياردو ورفع الأثقال وألعاب القوى والقنباز والتنس. الأهلي هو صاحب الإنجاز وفي الصدارة للفرق المصرية والإفريقية، والتالت عالميا. يكفي إن هو آخر فريق حصل على برونزية كأس العالم للأندية التي تم إلغائها في البطولة الأخيرة. والأهلي ذاع صيته وانتشر على مستوى الدول العربية، ولدرجة إن أغلب الدول العربية بقت تسمي اسم النادي الأهلي، ومش نادي واحد بس، كل دولة فيها 3 4 أو 5 أندية من الدول العربية، زي ليبيا أهلي طرابلس، أهلي بنغازي، أهلي برقة، السعودية أهلي جدة، أهلي الرياض، وهكذا في أكثر من دولة. واسم النادي الأهلي منتشر وما زال وينتشر، وشهرته بدأت أكتر عند ظهور الكابتن محمود الخطيب اللاعب الخلوق. انتقل للنادي الأهلي سنة 1970 وكان عمره 16 سنة، كان بدايته مع فريق 18 سنة، ولعب أول مباراته الرسمية مع الفريق الأول كانت أمام بلاستيك المصري في أكتوبر 1972، وسجل أول أهدافه في هذه المباراة، أهداف الخط، وأصبح هداف الأهلي على مدار تاريخه، هو الهداف الأهلي التاريخي، ودخل نادي 100 من أوسع أبواب. وعدد سنوات لعب الخطيب للأهلي وصلت ل17 سنة، تخللها إصابات قوية تمنع أو تعوق أي لاعب عن ممارسة كرة القدم. وحصل مع الأهلي على 10 بطولات دوري و5 كؤوس، وسجل 37 هدف في 49 مباراة قارية. وحصل مع الأهلي أبطال إفريقيا 82 و87 أبطال الدوري
وكأس الكؤوس 84 و85 و86، وفاز بلقب أحسن لاعب في إفريقيا سنة 1983، وفاز بالحذاء الذهبي، وكان أول ظهور مع منتخب مصر 1974. وذاع الشرطي الأهلي شهرته بفضل هذا اللاعب الخروق بلمساته، أهدافه، وما كانش في تقيد بالأعمار في شعبية في تشجيع الأهلي وحب الأهلي، مختلف الأعمار. وكمان يعني لو جيت نحسب مشجعين النادي الأهلي، لو كل 10 أفراد بتشجع كورة 7 أهلي و3 بيكون الفرقة التانية. وانت بتسمع دلوقتي الزمالك بيشجع الإسماعيلي والإسماعيلي بيشجع الزمالك والزمالك بيشجع مصر كده. يعني نسبة الجماهير في مصر اللي بتشجع كورة نسبة 10 كل فرد، 10 كل 10 أفراد منهم 7 أهلي و3 مشتركين في الفرق التانية. هذا هو الأهلي، تاريخ ومازال يسطر ويسطر التاريخ. والخطيب إذا كان نجح وشعبية جارفة هو كلاعب بيسطر التاريخ، والتدرج في النادي للإدارة، وإن الإدارة وصل لرئيس النادي وحقق إنجاز هذا الموسم يعتبر إعجاز. بطولات الصالات وكلها إلا ما رحم ربي، يعني فلتت من الأهلي. ولولا سوء الحظ في مباراة صن داونز في الذهاب في جنوب أفريقيا كان حقق هيبقى والإنجاز الأكبر. وسوء الحظ برضك لازمه في كأس العالم للأندية. الحمد لله والشكر لله على كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى، فضلا وليس أمرا. اشترك في القناة ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.